ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد. فهم كده هم وبابا كانوا جايين. فهم ايه ما كنتش عارفه اعمل ايه، فطلعت سمك، كان عندي سمك. كنت اعمل بقى شويه رز ببصل واعمل سمك وسلطه. فهم كان عندي سمك بولتي، وطلعت سمكتين من التانيين، يعني اللي هو السمك اللي هو المكرونه، والتاني اللي هو اسمه ايه، مش عارفه اسمه كده، او إيه، الازرق او ظهر ازرق او حاجه زي كده. فقوم بقى كده اول حاجه جبت حتتين سمنه حلوين وخرطت البصل وسيبته بقى يتحمر مع نفسه. نزلت بقى بالرز كده اغسله في الحوض. زي ما انتوا شايفين بقى تمسكي الرز تدعكي قوي. فقوم من هنا فصلت الكاميرا عشان اعرف ادعك الرز حلو قوي. بعد ما نقيته كده، طبعا ما بعرفش اغسله معاكم، فبفصل الكاميرا وبعد كده بغسله. زي ما انتوا بقى شايفين كده البصله بتكرمل شويه، وبعد كده بنزل عليها بالرز واحمص شويه، وبعد كده انزل بالماء المغلي او ميه بارده من الحنفيه عادي، بيطلع معاك حلو برضك مش وحش. وممكن بقى تحط ملح بهارات زي ما انت تحبي او ملح ابيض، بيبقى طعمه حلو. دي اسمه رز صياديه. فقلت اعمله جنب السمك كده، فهم انا ما كنتش عارفه ان هم جايين. فالمهم بقى هما جم فجاه كده على العشاء، فقلت اعمل لهم ايه شويه رز وسمك. المهم كده نزلت بالميه المغليه وشويه ملح ابيض وحطيتهم، وبعد كده بقى ايه سبتها تغلي مع نفسها وغطيت عليه. كده خلصت الرز. كنت انا ايه كنت مطلعه طلعت السمك كان متنضف ومتبل في التلاجة في الفريزر. فطلعته كده فك، كان لسه متلج برضه، كان ساقع الصراحه. فهم بقى دي الدقه بقى اللي احنا كنا عاملينها سوا، شايفين خضرا ازاي وحلوه. وفي الوقت ده بقى تلاقي نفسك محتاجاها ضروري وبتنجز معاكي في اي حاجه. فهم بقى كده زي ما انتم شايفين ببدأ احط الدقة بعد ما كنت حاطة عليه ملح وخل وسبته مع نفسه شوية يجي ساعة. بعد كده بطلع بقى الدقة بحط منها دي دقة والله لسه مطلعها من الفريزر وما سبتهاش حتى تفك. هي بتفك مع نفسها لان فيها ملح وليمون وخل، الليمون والخل بيخليها تفك. بعد ما خلصت كده حطيت بقى ايه في الفريزر وسبتها كده مع نفسها، وحطيت بقى شوية خل كمان وليمون وحبة شطة. إيه طبعا التتبيله اللي احنا عارفينها وبهارات وشوية بصل باودر وتوم باودر وبهارات مشكلة وشوية حبة قرفة وحبة جنزبيل، وقلبه كله مع بعض مع الخل والليمون والملح وشوية زيت، أهم حاجة الزيت. وتسيبيه كده بقى ايه مع نفسه، وبعد كده بقى حمريه بالدقيق بقى طعمه جميل، جربيه هيعجبكم. وده الرز بقى كان اتشرب، ابدا اقلبه بقى كده. فالمهم بقى ايه كده وطيت عليه بقى خالص وحطيت له شويه ميه كمان، حسيت انه محتاج ميه. وسبته بقى ايه كده مع نفسه، وجبت بقى الطاسه كده احمر السمك، كنا بقينا كده المغرب كان أذن. فقوم نزلت بالسمك كده، ممكن تحطي السمك بدقيق كده وتحطيه في ميه بحيث يخلي الزيت معاك نضيف، وممكن تحطوش في ميه زي ما تحبي. انا كنت مستعجله وما حطيتوش في ميه يعني. فقوم بقى كده حمرته كده زي ما انتم شايفين، والله كنت عاوزه اطلع صلصه واعمله بصلصه وكده واعمل اكل حلو. فقوم بقى ايه اللي حصل، حمرته بقى كده وطلعت برضو السمك البلطي حمرته إيه مع السمك ده. دي البلاميطه اللي هو اللي اسمه ابو ظهر ازرق اللي بقول لكم عليه. والتاني ده المكرونه حلو قوي في القلي، بس ابو ظهر ازرق ده حلو في الشوي اكتر. ونزلت بقى كده بالسمك البلطي زي ما انتم شايفين، وحمرته برضو زي ما انتم شايفين، وعامل بقى شويه سلطه بقى كده حلوين. ورحت جبت مخلل وخلاص. كان عندنا هنا مخلل، يعني كنت انا مخلله كروم. طبعا بشوف الموسم الموجود فيه خلي الجزر اخلي الكروم اي حاجه. بس يعني ما بحبش اكتر في مخللات قوي عشان غلط يعني علينا وكده. بس كان عندنا كرومب يعني في الارض وانتوا عارفين، فقمت رايحه ايه جايبه الكرومبه ومخللاها مقطعاها وحطاها في الميه بتاعه الليفت اللي احنا كنا مخلينه مع بعض. الميه بتاعته مش حمرا قوي وجميله، بينك كده لونها بينك وجميله. وتحطي فيها الكرنب بيبقى طعمه ايه عسل غير ما تحطيه في ميه لوحده. فالمهم بقى كده غرفت بقى الرز كده. كانوا هما بقى وصلوا وقعدوا بقى شويه، بقى لهم يجي نص ساعه قاعدين. وغرفت بقى الرز كده زي ما انتوا شايفين، وعملت طبقين سلطه كبار. السلطه كانت طلعت حاميه قوي، كان عندي شطه حاميه. المهم كان يوم الحمد لله عدى على خير. وبعد كده كنت بطلع القشطه دي بقى، كان عندنا قشطه بقري وحطيت عليها حته جاموسي بحيث انها تطلع معايا على طول، لان القشطه البقري بتدوخني قوي ما بتطلع. تفضلي بقى تلفي كده تلفي بالقشطه كده لحد ما تطلع معاكي. بعد كده بامسكها بقى كده اكورها واصفي منها الميه قوي واغسلها تحت الحنفيه، لان المخدود ده ممكن يخليها تعفن تولي ريحتها وحشه. اغسلها تحت الحنفيه كده في ميه ساقعه وتطلع معاكي حلو. هم كده معلش دي بقى جالكوا ايه، انا كنت بعملها لسه هنا اهو. معلش انا جبت لكم الفيديو تاني الاول. هم كده بفضل بقى ايه ارب فيها كده، فجيبي صحن واسع وتربي فيها لحد ما يطلع معاكي حلو. هم بقى هنا كده بقى ايه قلت اصور معاكم بقى الشقه. فهم بقى في اليوم ده بقى ايه، بعد ما خلصت بقى كده وغسلت المواعين وخلصت، وروقت الشقه وكده، فقلت اصورها معاكم اوريكم. ودي كانت اوضه النوم والصالون والصاله، وده المطبخ بقى بعد ما خلصت وكده.
زي ما أنتم شايفين. قُلت بقى أعمل بقى إيه كوباية ينسون كده أشربها، لإن زوري كان واجعني، ودي الغسالة كانت شغالة، كده فاضل بقى كوبايتين بتوع الشاي، فاضل أغسلهم بس وخلاص. ودي المواعين بقى كنت غاسلاها زي ما أنا قُلت لكم على الصفّة، وأبدأ بقى إيه أصُب كوباية اليانسون، وأقعد بقى أشربها كده وألِم الهدوم اللي في البلكونة، وبعد كده أنشّر الدورة دي. فهُم بقى كده قولوا لي إيه رأيكم في يومي، أنا حبيت أشارككم يومي النهارده. قولوا لي لو في حاجة مش عاجباكم في الفيديوهات، أعدِّل من نفسي أو كده، أو حاجة ما تعجبكوش، يعني شاركوني رأيكم. آمم، عرّفوني إيه رأيكم، مثلًا يومنا زي يوم بعض أو بنعملوا إيه في يومنا، يعني شاركوني كده عرّفوني إيه بيكم وكده. وبعد كده حطيتها بقى كده ودخلت بقى عشان عقبال ما تبرد شوية، دخلت بقى عشان ألِم الهدوم من البلكونة، عشان أنشّر بقى إيه بقية الهدوم التانية. فاقوم بقى كده كنت منشّرة كنت باوريكم، كنت حابة أشرب في البلكونة بس لقيت الجو هوا جامد أوي. وبعد كده كنت نازلة ونزلت تحت برضه كنست الشارع وكده، فهُم إيه عملوا بقى كومنتات كتير